هم 24 ساعة ولا أكتر؟ هو على العموم إحنا ما احتاجناش أكتر من 24 ساعة من وقت ما وسام سجل الاعتذار علشان نشوف تيدي أوكو وهو بيقول أنا مش عايز نادي الزمالك علشان سمعة نادي الزمالك مع الأجانب بتوعه. الصورة الذهنية ومحاولة تشويهها وخلق صورة ذهنية سلبية عن النادي الأهلي هو الشغل الشاغل للمنظومة الإعلامية الزملكاوية ومن وراهم جمهور الزمالك. الناس دي مش متضايقين من خروج وسام من النادي الاهلي ومش متضايقين من الفلوس الكتير للنادي الاهلي قد ما هم متضايقين ان بعد ما حصل هاله من التشويه وهاله من ان الاهلي بيئه بتهدد اللعيبه وان الاهلي اللعيب هيسيبه وبيفسخ عقده بسبب انه مش امن على نفسه مع النادي الاهلي. يطلع وسام ويعتذر علشان الصوره الذهنيه للنادي الاهلي او الصوره الذهنيه عن النادي الاهلي عند كل اللعيبه تفضل برونقها، فيبقى النادي الاهلي مستمر في كونه البيئه الجاذبه للاعبين. ليه الموضوع ده اصعب شيء بالنسبه للزملكاويه؟ الرد بسيط وجه عملي. الراجل اللي جابوه وهم بيطمحوا انه يكون صفقه الموسم وكل موسم وصل لحد 100 عقبه وعمل كمان الكشف الطبي، وقبل ما يمضي العقد خد ديله في اسنانه وقال يا فكيك. ولما الناس قالوا له ليه عملت كده رد بمنتهى الوضوح وقال المجالس المتعاقبه على نادي الزمالك ما بتديش فلوس اللعيبه واللعيبه بتروح تشتكي للفيفا، وانا يا عم ابني على كتفي ايه اللي يخليني ادور عليه؟ ساب الزمالك ومشي. عرفتوا ليه اعتذار وسام ابو علي كان شيء مهم جدا للحفاظ على الصوره الذهنيه الايجابيه للنادي الاهلي؟ عرفتوا ليه الزملكاويه متضايقين جدا وبيحاولوا يشوهوا كمان في الاعتذار؟ الاعتذار ده بقى بالاتفاق، الاعتذار من الولد لنفسه، الاعتذار على صفحات النادي الاهلي، الاعتذار على صفحاته الشخصيه. انا بقى بالنسبه لي كراجل اهلاوي ما يهمنيش غير حاجتين. الراجل ده قال انا اسف لجمهور الاهلي ومجلس ادارته ورئيسه وفريقه علشان انا اتصرفت بشكل غير محترف. ده سبب كافي انه يقول لكل الناس ان النادي الاهلي بيئة محترفة، ان النادي الاهلي بيئة جاذبة للنجوم، عكس النادي اللي لاعبيه السابقين لما بيتم التواصل معاهم بيقولوا للعيبة اللي جايه له اوعى تتم التعاقد. ده نادي عنده عدم استقرار مادي واداري وما بيوفيش بمستحقات لعيبته. عرفتوا بقى ليه الصورة الذهنية للنادي الاهلي يجب ان تظل كما هي، وننحي العواطف جانبا وغضبنا من اللاعب جانبا؟ وكنت عندي حق قد ايه في الفيديو اللي فات اني اقول ان جمهور الاهلي يجب ان يتعامل بهدوء مع اعتذار وسام ابو علي. تيدي اوكو قال لكم الاجابه صافيه ومن غير اي رتوش ومن واحد مش اهلاوي. سلام عليكم.